بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. ما شاء الله تبارك الله. النهارده هنعمل مع بعض شوربة سي فود حلوة قوي. والشوربة دي كلنا بنعشقها. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل احلى شوربة سي فود. جبنا حلة اهي، ومعانا كابوريا. هقطع بس الواحدة نصين. هناكل النهارده احلى شوربة سي فود. نقسمها بالسكينة كده، هتتقسم معانا عادي. بصوا الكابوريا مليانة لحم ازاي. نقسمها بالسكينة، يعني هي كانت كده، كانت كده اهي، وانا قسمتها نصين. حطيت حبة زيت واشوح بقى الجمال ده كله. هحط حبة بصل صغيرين خالص اهو، واحط الخلطة بتاعتي اللي انا عاملاها، ثوم على دقة على كمون. الدقة بتاعتي اللي انا بعملها في البيت اهي، واشوح كل الجمال ده. الله على الريحة بقى، بصوا الجمال. ده جمال ما بيختلفش عليه اتنين. ما سلمتش عليكم، عاملين ايه؟ نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. بصوا الجمال والحلاوه، بصوا الطعامه. دول 4 كابوريات بالظبط، نص كيلو. هنعمل بيه بحر شوربه سي فود. نشوح بس كده كويس اهو، ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. شوربه المطاعم، بس مين بقى مطاعم ايه احلى. نحط حته دقه كمان. دي الدقه دي انا عاملاها عشان سمك فيليه. توم ودقه وكمون وملح وليمون وبودره زعفران. وهنشرب النهارده احلى شوربه سي فود. حطينا حبه زيت وبشوح الكابوريا اهو لحد ما اللون بتاعها يغير. حط ورقه لورا،
وشوربه يعني حبهان مطحون على ورق لورا برضو، واللهم صل على النبي، نص ليمونه، وهناكل النهارده احلى واطعم. الله على الريحه. هعمل ايه بقى؟ ده جمبري كنت عاملاه اهو، اللي هو بالصوص، هينزل لكم الفيديو بتاعه. هعمل كده، هنزل بحبه منه. عادي مش عندك بقى كده الكلام ده، هتقطعي فلفل الوان وطماطم. مفيش فلفل الوان، فلفل بس. وهنشرب احلى شوربه النهارده. نحط بقى حبه ميه. الله على الجمال، الريحه قلبة الدنيا. هسيبها بقى تغلي وارجع لكم اقول لكم انا عملت ايه. بس قبل ما اقفل هقول لكم برضو، انا حطيت حبه زيت وقسمت الكابوريا نصين، وحطيت حبه بصل شوحت، وانا اصلا مشوحه الجمبري في فلفل وطماطم في الفيديو اللي انا هنزله لكم، وخدت منه حبه اهو، وحطيت ورق لورا مع حبهان مطحون، وهحط حبه فلفل اسود، وهحط حبه ملح. وحطيت طبعا توم مع الدقه بتاعتي مع نص ليمونه اهو. هغطي عليها واسيبها تغلي وارجع لكم. بعد ما غليت الكابوريا اهي، مش بنسيبها على النار كتير، معانا حبة لبن صغيرين هنحط، مش نحط كتير، نحطهم اهو، نديها تقليبة. الله على الجمال، الله على الحلاوة بجد، ما شاء الله، تحفة. احلى شوربة سي فود واطعم، ما بتقلهاش، انا مش بتقلها. بصوا الجمال، الله على الحلاوة بجد. شوف الملح بتاعها. يا نهار ابيض على الجمال بجد، حاجة كده وهم، وسهلة وسريعة، ما خدتش وقت، من كمية قليلة عملنا ايه؟ بحر شوربة، ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. ايه رأيكم؟ احلى شوربة سي فود في الدنيا. طعم حكاية. بصوا لونها عامل ازاي. عايزه اقول لكم انا عملت ايه هنا تاني. حطيت حبه زيت وقطعت الكابوريا نصين ورميتهم عليها. لو انا مش عامله الجمبري بالصوص من شويه
هعمل ايه؟ هحط بصل وفلفل وطماطم واقعد اشوح فيهم، وانزل بالجمبري والكابوريا واشوح فيهم، واحط بهاراتنا كمون، ليمونه، فص توم، حبه دقه من بتاعتنا مفيش عادي خلاص، بحط بودره زعفران، بحط ورق لورا، حبهان مطحون او فصوص عادي، واظبط ملحي واظبط حالي، واحط واشوح الكابوريا مع الجمبري، وبعدين احط شويه ميه يغلوا مع بعض، احط بعد ما يغلوا ارجع احط حبه لبن، ربع كوبايه لبن كده عليهم، دول 4 كابوريات وجمبري معاهم اللي انا اخدت منه حبه، وعملنا بصوا الكميه دي. نجيب العلبه اصلا من بره بكام؟ قولوا انتوا بقى. ما شاء الله، وهي اصلا تحفه وجميله وخطيره. اشوفكم في فيديو جديد، مش تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، وكل حاجه سهله وبسيطه ان شاء الله، وهنوفر عليكم كتير قوي. اشوفكم على خير، مع السلامه.